لو بتكسلي ازاي تبداي تجهيزات رمضان فالفيديو ده ليكي. فيديو النهارده هقول لكم على اكتر 3 حاجات بعملهم علشان تبسط لنا حياتنا في رمضان. اول واهم حاجه تنظيف وترتيب الفريزر والتلاجة، ودي خطوه اساسيه علشان نشوف ايه الموجود عندنا ونتخلص من اي بواقي اكل قديمه. بنضف الفريزر بفوطه نظيفه، وده علشان ما ينزلش ميه في فتحات التهويه فتتسد، وكل الارفف على الحوض لان الرغاوي دي بتغسلني من جوه. برجع كل حاجه مكانها، وبكده كل حاجه تكون نظيفه ومنظمه علشان نقدر ناخد منها بسهوله. ولو سالتوني ايه اهم حاجه بحطها في الفريزر، الثوم من اساسيات التفريز عندي. وجوده في الفريزر راحه بالنسبه لي في رمضان، بيوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا، وضروري احطه في علبه محكمه الغلق علشان ما يعملش اي ريحه. واكتر حاجه بحافظ بيها على الحلويات انها ما تنشفش، ان اغطيها باكياس حفظ الطعام. ومن اكتر الحاجات اللي بتسهل عليا اي بواقي اكل بحطها في طبق بيدخل الميكرويف، واغطيها باكياس حفظ الطعام وعلى التلاجة على طول، وبطلعها ولا ناشفه ولا طعمها متغير. ثواني في الميكرويف وبتطلع كاني لسه طبخاها. متاكده لما هتجربوها مش هتقدروا تستغنوا عنها. لو حابين تسالوا عن اي حاجه هرد عليكم في التعليقات.